زخات المطر تتساقط. عاد إلى الغرفة كي ينام باكرا، وغدا في 9 صباحا سيكون أمام باب المدينة الجامعية. أصبحت 10 ولم تأتي هيلين. قلق جوان كثيرا، فليس من عادتها أن تتأخر هكذا. لا بد أن سببا ما أخرها. سينتظر، لن يذهب إليها. فهيفين تبحث عن حجة كي تتكلم عنها، تقول ما حدث وما لم يحدث. أما هيلين فكانت جالسة في غرفتها متحضرة للقاء، إلا أنها قلقة، فعقلها يمنعها من الذهاب، أما قلبها فيدفعها دفعا. وبعد جدال طويل بين العقل والقلب ينتصر القلب. المرأة العاشقة تركض وراء قلبها. تترك هيلين عقلها خلفها وتنطلق باتجاه باب المدينة لترى جوان، وقد أحرقه الانتظار. جوان، لماذا تأخرت؟ هل هناك مشكلة ما؟ هيلين، دعنا نمشي. يتوجه جوان باتجاه الطريق المعتاد. هيلين، لا، ليس من هنا، دعنا نمشي باتجاه مشفى المواساة. جوان، كما تريدين. أثناء سيرهما يلاحظ عليها التوتر، وأنها تلتفت وتنظر حولها. جوان، ما بك؟ هيلين، لا شيء. جوان، كيف لا شيء وأنت متوترة وقد غيرت الطريق المعتاد؟ ألم تقولي علينا أن نكون صريحين بعضنا مع بعض؟ فلماذا لا تتكلمين؟ هيلين، أخجل أن أقول لك، ولكن سأقول. فالبارحة بعد ذهابك جلست مع صديقاتي حتى المساء، وبعدها ذهبنا إلى مكتبة المدينة لأتفاجأ بنظرات بعض الطالبات لي. كن ينظرن ويتضاحكن. سألت صديقاتي هل هناك ما يدعو للضحك، فأخبرتني صديقتي التي كانت موجودة قبلنا في المكتبة بأنها سمعت من أولئك الطالبات بأنك البارحة احتضنت جوان أمام باب الوحدة السكنية وقبلته أيضا. جوان، ماذا؟ هيلين، ولم أتحمل نظراتهن، فخرجت مسرعة من المكتبة وذهبت إلى غرفتي، ولم أخرج منها إلا الآن. جوان، إنها تلك التافهة. هيلين، من؟ جوان، هيفين. هيلين، وماذا فعلت لها كي تقول عني ذلك؟ جوان، لم تفعلي لها شيئا، ولكن من غيرتها تفعل ذلك. أنا لا أهتم بها. هيلين، هل تحبك؟ جوان، نعم. هيلين، وأنت؟ يقف في مكانه وكانا قد وصلا أمام باب مشفى المواساة. جوان، هل تدرين لو خيروني بين حبها وبين مرض كل المرضى الموجودين في هذا المشفى لاخترت مرض الجميع ورفضت حبها. هيلين، سلامتك من المرض. جوان، الحب يا هيلين لا إرادي، كالنسيم الذي يلامس الوردة، فهل تستطيع الوردة أن تمنع النسيم من ملامستها؟ هيلين، لا. جوان، إذن لا تهتمي لكلام أحد، فالناس يلبسون المرأة ثيابا غير مخيطة. هيلين، لي وضعي الخاص، أنت لا تعرف ماذا سيفعل أبي إن سمع كلاما كهذا عني. جوان، والعمل؟ هيلين، يجب أن نخفف لقاءاتنا لفترة. جوان، لكني لا أستطيع ألا أراك. مجيئي إلى دمشق كان لأجلك. هيلين، أعلم، ولكنك بالتأكيد تخاف على سمعتي، أليس كذلك؟ جوان، أخاف على سمعتك أكثر من خوفي على سمعتي. هيلين، إذن اسمع كلامي ودعنا لا نلتقي لفترة. جوان، كما تريدين. هيلين، والآن سأذهب إلى الكلية بالباص، وأنت اركب باصا آخر، عن إذنك. جوان، مع السلامة. تركب هيلين الباص، وجوان ينتظر الباص الآخر وهو يفيض غضبا. بعد قليل يأتي الباص يركبه ولا يصدق متى يصل إلى الكلية. ينزل أمام باب الكلية ويتجه مسرعا إلى الداخل باحثا عن هيفين. يلاحظه سامي وشيار ويوقفانه. سامي، ما بك؟ وكأن نمرا يلاحقك. جوان، قلت ما لي لا تهتم بكلام هيفين،
وها هي تؤلف القصص عني وعن هيلين، يجب أن أوقفها عند حدودها. شيار: كم هي تافهة. سامي: وكيف ستوقفها عند حدودها؟ جوان: أنا أعلم كيف أوقفها. يتركهما ويمشي ملتفتا شمالا ويمينا حتى يراها أمام باب المكتبة، فيتوجه إليها متشنجا. جوان: ألا تخجلين من نفسك؟ هيفين: ماذا؟ جوان: وتسألين أيضا؟ كيف تكذبين وتؤلفين القصص عني وعن هيلين؟ هيفين: أنا؟ جوان: أجل، أنت، ومن غيرك؟ هيفين: أنا لم أقل شيئا، ولا علاقة لي بكما، ولكن كل الطلاب يتحدثون عنكما وعن قصصكما، فاذهب وحاسب الطلاب كما تحاسبني الآن. جوان: اسمعي، أنا أحب هيلين وأعشقها، وإن اقتربت مرة أخرى علينا سأتصل بأخيك ليوقفك عند حدودك. يمشي جوان وهيفين تثور غضبا، فشكوكها كانت في محلها، وفقدت أي أمل بأن يحبها يوما. لا حدود لغضبي كما لا حدود لحبي، ولن أقف عند حد أو سور، وستريان ما سأفعله بكما. هيفين تقول لنفسها هذا الكلام ودموعها تنهمر من عينيها. خفف جوان ذهابه إلى الجامعة بعد ذلك، ولم يكن يغادر غرفته إلا نادرا. يضع كتابه أمامه يدرس، وإبريق الشاي لا يفارقه. وفي الليل كان يطفئ المصباح الكهربائي بعد أن ينام شيار وأحمد، ويشعل شمعة ليدرس أمام نورها، فلنورها سحر آخر حيث يحيط بها الظلمة، وهي تنير صفحات الكتاب فقط. وكلما هاج به الشوق تراه يكتب على هامش الكتاب عدة جمل يعبر بها عن حزنه لفراق الحبيب. وهيلين أيضا مثله لم تكن تغادر المدينة الجامعية إلا للضرورة، فكانت تجلس مطولا أمام نافذة غرفتها تنظر إلى ذلك المقعد حيث جلست هي وجوان تسترجع كلامه لها. وفي الوقت نفسه بدأت تفكر بعقلها، فهما مختلفان من نواح عديدة تؤثر على علاقتهما. فهي تكبره سنا وتختلف معه في الدين، واختلاف الدين وحده كاف لتنهي العلاقة معه. فمن المستحيل أن يقبل أهلها بزوج مسلم، ولكن لماذا؟ ما دام الإله واحدا. يتدخل قلبها ليوقف عقلها عن التفكير. إنه الحب ربيع الروح ومحرك الحياة، فشخص بدون حب كجبل بدون شجر. وما من دين يدعو للكره أو يمنع الحب، ففي الحب دائما القلب هو السلطان والعقل من الرعية. لذلك لا تسمع هيلين لعقلها بل لقلبها فقط. يلاحظ سامي غياب جوان المتكرر، فيذهب إلى شيار الخارج توا من المحاضرة. سامي: لا أرى جوان في الكلية، أتراه ذهب إلى الدرباسية ثانية؟ شيار: لا، بل هو في غرفته لا يغادرها إلا قليلا. سامي: أهو مريض؟ شيار: نعم، فقد لدغته العقربة هيفين، وهو يريد أن يخفف من كلام الطلاب عنه وعن هيلين بعد ذلك الموقف. سامي: لذلك سيؤكد كلام هيفين عنهما، عليه أن يأخذ الموضوع على نحو عادي. ثم هل يظن بأن الطلاب سيتوقفون كثيرا عند قصتهما؟ لا يا صديقي، فالطلاب يبحثون عن كل جديد. نحن شعب الشائعات والأخبار الجديدة. أخبره أن يأتي إلى الجامعة وكأن شيئا لم يكن. شيار: هل تعتقد ذلك؟ سامي: أجل، اسأل مجربا ولا تسأل حكيما كما يقال، فأنا أعيش كل فترة قصة، وقد مل الطلاب قصصي ولم يعودوا يتابعوها. شيار: سأخبره بذلك عن إذنك. سامي: مع السلامة، ولا تنسى أن تخبره بأن هذه النصيحة من الطبيب سامي. أمام نافذة غرفتها تجلس هيلين حزينة. تأتي صديقتها علياء التي تشاركها الغرفة لتجلس معها وتخفف عنها. علياء: ما تفعلينه بنفسك لا يجوز يا هيلين، فأنا لم أتعود أن أراك ضعيفة هكذا. هيلين: وماذا أفعل بعد كل الذي حدث؟
علياء لم يحدث شيء حبيبتي، ولا يجوز أن تخفي ما بداخلك أو تخجلي منه. ألا تعلمين ما قيل قديما؟ 3 أشياء لا يمكن إخفاؤها: الحب والحبل وركوب الجمل. وأنت لست مجبرة أن تهتمي بكلام الناس، دعيهم يتكلمون، سيملون ويصمتون. هيلين، ولكنك تعرفين وضعي وتعرفين الحواجز بيني وبينه. علياء: حواجز؟ لا حواجز في الحب، إنه يجتاز الحواجز، لا تعقد الأمر. هيلين: والنتيجة؟ علياء: لو كنا نعلم نتيجة ما سنقوم به لكنا قمنا بالأعمال التي تكون نتيجتها لصالحنا فقط، وليس من المعقول أن تتنازلي عن حبك لأجل كلام عدة طالبات. هيلين: هذا رأيك؟ علياء: هذا هو الواقع، ودعينا نذهب إلى المكتبة كي لا يقول أحد بأنك بعد ذلك الموقف في المكتبة لم تعودي تذهبين إليها فتثبتين على نفسك شيئا لم يحدث. هيلين: صدقتي، هيا بنا. المنفضة مليئة بأعقاب السجائر، وإبريق الشاي فارغ، والقلم بيده لا يكتب شيئا، وعيناه على الكتاب ولا يقرأ. انزعج شيار عندما دخل الغرفة ورآه على هذه الحال، فتح الباب والنافذة. شيار: ما قصتك يا أخي؟ وكأن عزيزا على قلبك قد توفي لا سمح الله. جوان: أهلا شيار، هل جلبت المحاضرة؟ شيار: وهل أنت تدرس حتى أجلب المحاضرة؟ نعم جلبتها. ثم هل تراني أفعل بصديقي هذا الشيء يا ظالم؟ جوان: ماذا فعلت؟ شيار: لم تبقي كأسا واحدا من الشاي في الإبريق، وأنت تعلم أنني لا أحب شاي الظروف، لذلك لا أشرب الشاي في مقهى الجامعة إلا مضطرا. جوان: وما أدراني بأنك ستأتي الآن؟ شيار: الآن سيأتي أحمد وأنت ستحضر الشاي لنا. جوان: يعني عقوبة؟ شيار: أجل، وغدا ستأتي معي للجامعة. جوان: لماذا؟ شيار: لأنك يجب أن تخرج من هذا السجن. جوان: أهذا رأيك؟ شيار: نعم، ورأي سامي أيضا، فقد تناقشنا اليوم حول وضعك، ورأى سامي أنه عليك ألا تهتم بكلام أحد وأن تمارس حياتك الطبيعية. ثم يا صديقي، أنا لم أعهدك انهزاميا هكذا. جوان: هل هذه انهزامية؟ شيار: طبعا انهزامية. يدخل أحمد ويطلب أن يشاركهما النقاش، فيشرح له شيار الموضوع. أحمد: سامحك الله يا أخي، أمن أجل ذلك لا تذهب إلى الكلية؟ انزل إلى الشارع، سترى الكثير من الشباب والفتيات يحضنون بعضهم ويقبلون بعضهم وكأن أحدا لا يراهم. أما أنت فتسجن نفسك بسبب ثرثارين تكلموا عن جلوسك مع حبيبتك. اذهب إلى الجامعة وعش حياتك. شيار: هل رأيت حتى أحمد يؤيدنا في رأينا؟ جوان: معكم حق، يجب ألا أهتم بكلام أحد. شيار: إذن إلى المطبخ، وأبريق الشاي يقبل يدك، وأنت يا أحمد اجلس وحدثني عن المشغل وفتيات المشغل. في 9 صباحا من اليوم التالي كان جوان يشعل سيجارته الثانية أمام باب المدينة الجامعية وهو بانتظار عصفورته، وقبل أن ينهيها لمحها من بعيد. لم يكن يعلم بأن علياء أقنعتها كما أقنعه شيار وأحمد، وكأنهما كانا بانتظار حجة للخروج من عزلتهما. أقبلت والبسمة تنير ثغرها الجميل. كم يجعل الحب الأرواح أجمل. هيلين: صباح الخير جوان. كانت تريد أن تلفظ اسمه، فروحها اشتاقت لاسمه في الأيام الجافة التي مضت ولم تلتقي به. هي الآن متيقنة أكثر من أي وقت مضى بأنها لا تستطيع الابتعاد عنه. جوان: صباح الجمال، صباح الاشتياق، فلا صباح إلا وجهك. يتورد خداها خجلا وتطأطئ رأسها. هيلين: لست متعودة على هذا الكلام. جوان: منذ الآن لن تسمعي إلا مثل هذا الكلام، بل أجمل منه وأطيب.
هيلين: ولكنك تبالغ في وصفي، فأنا لست كذلك. جوان: أنا لا أصف إلا الواقع، وليس الواقع كله بل جزءا منه. هيلين: دعنا نمشي. يمشيان في طريقهما المعتاد متحديان كلام الجميع. هيلين: حدثني عن عائلتك. جوان: نحن 5 أخوة و5 أخوات. هيلين: جميل. جوان: نعم، مع أبي وأمي نشكل فريق كرة القدم. تضحك هيلين فتظهر أسنانها البيضاء كحبات الرز. هيلين: وأعمامك؟ جوان: لا أعمام لي والحمد لله، أبي وحيد ولديه أختان. هيلين: لأجل ذلك أكثر من الأولاد؟ جوان: نعم، وخاصة أن أخي الكبير كان ترتيبه الرابع بعد 3 فتيات، وتعلمين بأن مجتمعنا يفضل الذكور على الإناث. هيلين: ولكن والدك يعمل في الحزب، أي يجب أن يكون تفكيره مختلفا. جوان: نعم، تفكيره متطور، وهو يحب بناته أكثر منا، هكذا يقول دائما. ولكن كان جدي يعشق الفتيان لأنه عانى حرمان الأهل. هيلين: وهل كان جدك أيضا وحيدا؟ جوان: لا، هذه قصة طويلة. هيلين: أريد سماعها. جوان: كان جدي في 14 من عمره أو أقل عندما ضاع من أهله في الحرب العالمية الأولى، فقد قصفت القوات الروسية قريتهم وقرى كثيرة في منطقة آغري في كردستان الشمالية بين قوسين تركيا، فهرب مع عائلته باتجاه الجنوب، ويقال بأنهم اختبأوا في حظيرة للحيوانات، فجاء أحدهم وأشعل النار في الحظيرة، ومن خوف أمه عليه وقد كان أصغر أخوته قالت لوالده: أخرج محمدا من النافذة لينجو، وطلبت من ابنها أن يهرب بعيدا، فأخرجه والده وابتعد كثيرا عن الحظيرة التي أطفئت بمساعدة الآخرين والخيرين، ليعود أهله إلى قريتهم ويضيع منهم جدي وأخ آخر له ضاع قبله، فتموت أمهما حسرة عليهما، وتوصي ولديها الباقيين قبل وفاتها بأن يتركا ثقبا في قبرها ليبشراها حين يجدا محمدا وأخاه، ولم يجدا جدي إلا بعد 40 سنة. أما أخوه الآخر فحتى الآن لا خبر عنه، لذلك تقول أمي إن جدك أينما يذهب يأخذك وحسن معه، يحمل أحدكما ويمسك الآخر بيده. هيلين: كم هي قصة مأساوية. جوان: كل قصصي مأساوية، ثم إنك لم تدعينني أفرح بلقائك بسرد قصة جدي لك. هيلين: أريد أن أعرف عنك كل شيء. جوان: ها قد وصلنا إلى الكلية سيدتي. هيلين: ليست مشكلة، نكمل في وقت آخر. جوان: أجمل وقت هو بعد غد. هيلين: بعد غد هو عيد الأم. جوان: كلا، بل عيد النوروز، وقد جعلوا منه عيد الأم بعد استشهاد شاب كردي أمام القصر الجمهوري، لأنه كان ممنوعا علينا الاحتفال بهذا اليوم، وبعد استشهاد هذا الشاب جعلوا هذا اليوم عطلة بحجة عيد الأم، لذلك بعد غد سأحتفل معك بالنوروز في بحيرة زرزر، فقد اتفقت مع بعض الطلاب على الذهاب إليها، طبعا معنا طالبات أيضا، هل ستأتين؟ هيلين: وهل هيفين معكم؟ جوان: بالطبع لا. هيلين: سآتي، إلى اللقاء. جوان: إلى اللقاء. منذ الصباح والصغار يجوبون القرية وبيدهم بعض أباريق الشاي القديمة، يطلبون من أهل القرية القليل من المازوت كي يشعلوا الإطارات والأخشاب التي جمعوها، فمنذ أيام عدة تحولت قرية تل الجراد والقرى المحيطة بها إلى خلية نحل، فالجميع بانتظار الغروب. ترى أحدهم أخذ يدفع إطارا أمامه، يتبعه عدة شباب يتوجهون إلى التلة الأثرية التي تقع غرب القرية، وبعضهم الآخر يجتمعون فوق التلة الصغيرة التي تقع جنوب القرية. أما الكبار في العمر فارتأوا إشعال النار أمام البيوت، هم والنساء، لليلة نوروز سحر غريب، هي أجمل من يوم النوروز نفسه. وقبيل الغروب، أي قبل غروب الشمس بشبر كما يقول كبار القرية، بدأ شباب القرية المقابلة لقريتهم بإشعال الإطارات.
فأشعلت الإطارات الحماس في شباب قرية تل الجراد وصغارها. لم ينتظروا المغيب، وبدأ كل منهم بإحراق ما جمعه منذ أيام عديدة لتصبح قريتهم شعلة من نار. وأمام كل شعلة هناك رقص وغناء وزغاريد النساء تسمع من داخل القرية. وبعد أن امتلأت أرواحهم فرحا وبهجة عادوا لبيوتهم ليغسلوا أنفسهم من رائحة الإطارات، ففي الغد ينطلقون للاحتفال باليوم الجديد. لم يكن جوان محروما من منظر النار، فمن فوق سطح غرفته كان يرى النار تشتعل فوق جبل قاسيون. يبدو أن بعض الشباب أخذوا عدة إطارات إلى قمة الجبل متحملين عناءها ليبشروا باليوم الجديد. أما هو فقد جمع أوراقا وكتب مدرسية قديمة في إناء حديدي وأحرقها. تخرج جارته على سطح بيتها لتسأله عن سبب إشعاله للنار، فهي لا تعرف النوروز وهل يعبد الكرد النار حقا؟ ويبدأ جوان بشرح موضوع النوروز وكيف أن اليوم هو ذكرى الخلاص من الطاغية، وأن غدا هو اليوم الجديد، وهو الترجمة العربية لكلمة نوروز. أحبت جارته القصة التاريخية التي سردها جوان، أما هو فقد التفت للنار التي أشعلها والتي لا تضاهي نار حبه، وينتظر قدوم اليوم الجديد بفارغ الصبر، فغدا يجب أن يكون يوم اعترافه بحبه لهيلين. فلم يعد يقدر أن يكتم هذه الكلمة في صدره، ويعلم أنها تبادله الحب، لكنه ورغم ذلك يخاف ألا تقبل هذا الاعتراف، ربما خوفا من اختلاف الدين أو من فارق السن أو من أي شيء آخر. المهم أنه يخاف ردة فعلها، ومع ذلك سيعترف وليحدث ما يحدث. هكذا يقول في نفسه: فما دامت تشتاق لي وتمشي معي ولم تكن قبلا تمشي مع شاب آخر أبدا فهي تحبني، وسأقف أمامها وأقول: هيلين أحبك، سأجعل من النوروز يوما جديدا آخر لي. موقف الكيكية في حي ركن الدين مكتظ بالناس منذ الصباح الباكر، والسرافيز الصغيرة والباصات مليئة، ومعظمها يتجه نحو حي تشرين حيث الاحتفال الرئيسي هناك. أما بعضهم الآخر طبعا من الكرد ذهبوا إلى أماكن أخرى مختلفة ليقضوا اليوم بهدوء بعيدا عن أزمة السير والناس. يقف باص الطلاب في الموقف بعد نصف ساعة من الموعد المتفق عليه. يعتذر السائق بعد إبداء الطلاب انزعاجهم من تأخره، يبرر ذلك بشدة الازدحام. يركب الجميع ينطلقون باتجاه المدينة الجامعية، حيث الأصدقاء منزعجون أيضا من التأخير، وخاصة الطالبات الخائفات على مكياجهن، علما أن حقائبهن لا تخلو من عدة تجميل. يطلب منهم أحد الطلاب الصعود للباص بسرعة كي لا يتأخروا أكثر، فيصعد الجميع وعيون هيلين تبحث عن جوان الذي حجز لها مكانا جانبه وهو واقف بانتظارها، فيقول له شيار: افرح، فاليوم يومك يا صديقي، ها قد أتت. هيلين: كل عام وأنتم بخير. مختلفة اليوم بلباسها، حيث اختارته بعناية فائقة وبمكياجها الخفيف الذي لم يغير شيئا من طبيعة وجهها الرباني، بعكس الكثير من الفتيات اللواتي تدهن وجوههن بالمكياج في المناسبات. يرد عليها جوان وشيار: وأنت بخير. تجلس بجانب جوان ويجلس الطلاب في مقاعدهم، وينطلق الباص مسرعا. الجميع يغني أغاني ثورية ويصفقون، وهما أيضا يصفقان حتى يصل الباص إلى بحيرة زرزر. ينزل الطلاب، ينبهر الجميع بمنظر البحيرة، حتى من زارها قبلا انبهر. مساحة مغطاة بشجر السرو والصنوبر، لتأتي البحيرة بعد ذلك ويحتضنها الجبل المقابل له. ينتشر الطلاب بعضهم بين الشجر، حيث هناك الكثير قد جاء قبلهم وفرش المكان، وبعضهم الآخر إلى البحيرة كي يركبوا السفينة. أما جوان وهيلين فقد ذهبا ليطوفا حول البحيرة. هيلين: كم هي جميلة هذه البحيرة. جوان: أجل، والأجمل
أنها تتوسط الشجرة والجبل. هيلين: هل تحب الجبل؟ جوان: بصراحة أنا أخاف المرتفعات، لكنني أحب الجبال الشامخة، دعينا نصعد الجبل. هيلين: هيا. يصعد الاثنان ويختاران صخرة كبيرة مطلة على البحيرة، يجلسان عليها. هيلين: لقد تعبت. جوان: لأنه عال نوعا ما. هيلين: انظروا إلى الطلاب وهم في السفينة، كم يبدون صغارا من بعيد، وتلك التي تركب الحصان كأنها علياء. يبدو أن هيلين تعلم جيدا بأن جوان سيفاتحها بالموضوع، لذلك هي متوترة وتريد بهذا الحديث التخفيف من توترها. جوان: هيلين. هيلين: نعم. جوان: هل تدرين بأن اليوم هو الأجمل بالنسبة لي؟ هيلين: طبعا، لأنه النوروز. جوان: لا، أنا لا أحب هذا اليوم بقدر حبي لليلة التي تسبقه، حيث نشعل النار. هيلين: إذن لماذا؟ جوان: لأنك معي. تبتسم هيلين وتسحب نفسا من هواء البحيرة والجبل ولا تتكلم. جوان: منذ أول لحظة رأيتك فيها أصبحت كبذرة ياسمين في روحي. سقتها لقاءاتنا وقد غدت شجرة ملأى بالأزهار الفواحة. هيلين صامتة، أصابعها تشد على بعضها بعضا. جوان: صرت لا تفارقين أيامي، دخلت تفاصيل حياتي. أصبح قلبها يخفق بقوة وباتت تشد أكثر على أصابعها، فهذه أول مرة يكلمها جوان مباشرة، بل هو أول شاب يغازلها، فهي في الحب لا تزال طفلة. هيلين: جوان. جوان: ماذا؟ لا تعرف ماذا ستقول، فقد توترت كثيرا وتريد أن يكمل حديثه الجميل ولا تريد، أو بالأحرى هي لم تعد تعرف شيئا. هيلين: لا شيء. جوان: حضورك يبهرني وعيناك تؤرقانني، فعندما كنت في القرية كنت أعد الساعات كي تمضي فآتي لدمشق، وكانت الساعات تخونني، تقتلني ولا تمضي، كان قلبي يعصر نفسه، روحي ترحل إليك، كنت أريد رؤيتك بشدة وسماع صوتك بشدة، وعندما تكلمنا بالهاتف لم أكن أحس بجسدي الذي تحول إلى أذن كبيرة لسماعك. كنت مسيطرة على ليلي، ففي تلك الظلمة الحالكة التي كنت أحبس نفسي فيها كنت تجيئين كملاك يتبعه النور ليضيء ظلمتي. هل تدرين حتى جفوني التي لا ترى كانت تشتاق إليك. احمر خدا هيلين ولم تعد تحتمل هذا الغزل. هيلين: دعنا نذهب إلى البحيرة. جوان: انتظري هيلين، أحس بأنني منذ 100 عام وأنا أنتظر هذا اليوم. هيلين: 100 عام؟ جوان: نعم، هكذا أحس، وأحس بأنني كنت ضائعا في الغياب بين السحاب، وأنت التي وجدتيني، وأنك دخلت أدق تفاصيلي. هيلين لم تكمل الحديث عن نفسك وعن عائلتك. يتشنج جوان ويعلم بأنها تتهرب من حديثه. جوان: هيلين. هيلين: نعم. جوان: النوروز جميل. هيلين: أعلم ذلك. جوان: وأنا أحبك. هنا يسود الصمت وتسمع أصوات المحتفلين من بعيد، وكلمة أحبك اخترقت قلب هيلين واستقرت في أعماقها، ولا تدري ماذا تقول، فهي أيضا تحبه ولكنها لا تقوى على الاعتراف أمام قلبها. أما قلبها فيكاد يركض بعيدا عن صدرها فرحا وخجلا، وتختار الهروب مخرجا وتتكلم بعد بضع دقائق. هيلين: دعنا نمشي. جوان: وأنت؟ هيلين: لا أعلم. جوان: فقط أجيبيني، عندما كنت في ديريك هل كنت تفكرين بي؟ هيلين: نعم. جوان: وتشتاقين إلي أيضا، إذن تحبينني؟ هيلين: لا أعلم. جوان: تمام، لن أضغط عليك سيدتي،
وأتمنى أن يأتي اليوم الذي تكبر فيه بذرة الياسمين التي زرعتها في صدرك، لتصبح شجرة مليئة بالزهر يفوح عبقها، فلا تعودين قادرة على كتم عبقها، وعندها ستعترفين بحبك لي. تبتسم هيلين وتنظر إليه نظرة أنثى عاشقة. هيلين: إذا دعنا نمشي، فقد تأخرنا كثيرا. يوافق على طلبها بعد أن نطق بتلك الكلمة التي كانت جاثمة على صدره كهذا الجبل الذي يقفان عليه. سكارم أنا جور بمشبا وما خش ومبمين تخشيده.